دلوقتي شايف كل بتوع التحرير دول بلطجيه ودول موقفين حال البلد ودول عاملين ودول عاملين ودول عاملين ودول عاملين، ده التصور. اوكي؟ هم مش بلطجيه، بس دي ادعي لمسيره. ما هقول لحضرتك اهو، فين ليه ادعي لمسيره؟ اعمل واقعه بين الشعب والجيش، وهو الجيش اللي حاميه حاليا. اوكي؟ انا عندي بديل ايه؟ اجيب بديل منين؟ لو المجلس العسكري سقط اجيب بديل منين؟ اجيب مين يحكمنا؟ ده خوفي، ده تخوفي حاليا. لما انا دلوقتي ما عنديش ظهر انا الجيش، اضرب في الجيش هيعمل فيا ايه؟ فين سؤالك؟ هو ده سؤالي، انا مش عايزه اعمل واقعه بين الشعب والجيش، ما اعملش مسيرات، خليني في التحرير زي ما انا، مطالبي موجود، ادعو الجمهوريه، خليني في التحرير. انا عايزه اقول احنا مش عايزين ندعي المليونات تعمل واقعه. ده رايي، احنا عايزين سؤال منك مش رايك. عايزين نقعد في التحرير وبس. مش عايزين نقعد ندعي ده. على سؤالك، انت مش فاهمه هي مداخله، انا عايزه بقى مداخله هو يعلق لي عليها، يعقب لي على ده، يعقب لي عليها. بس ربطت السؤال، قلت ليه نعمل مسيره ونعمل يعني ليه نعمل مسيره تعمل واقعه مع مش عايزين نعمل مسيره. لا المسيره مالهاش علاقه بالواقعه. لا هي المسيره دي خلينا الحركه العباسيه ده ايه؟ اغلبيه الواقعه دي ده الناس، انا نزلت نفسي في العباسيه، اغلبيه الناس اللي كانت بتحدد طوب على المظاهرين دول ناس مليونها مش بس بلطجيه. يعني طبعا بس محتاج سؤال. انا اقول لحضرتك انا نزلت بنفسي تخصصت الحقيقه، انا دخلت البيوت قالوا لي احنا خايفين ان يحصل ان الثوار دول يجوا عند بيوتنا يقعدوا زي ما عاملين في التحرير هيوقفوا حالنا. كل البيوت دي كانت بتضرب من فوق، كل البيوت حلل اترمت عليهم مع الثوار، حلل وازايز واللي عندها حركه بترميها. ليه؟ الست المصريه ست بطبيعتها مش مثقفه، فاهمه ان دي حركه سلميه. انا عايزه اوصل بس حاجه ان تكون برضه في اعتبارنا، الناس متخيله ان المسيره اللي رايحه دي هيحتلوا المكان هيقعدوا فيه، مفيش وعي كافي، مفيش ثقافه ان في مظاهره سلميه، فمش عايزه ده يحصل، مش عايزين نوقف حال البلد، عايزين نتكلم. لا انا مش المسيره دي، انا رحت تاني يوم المسيره. في واحد يا جماعه، في ناس لا تهرب بدون ضغوط متواصله. انا كالماني اقولها كده، المانيا حريه تحررت والمانيا توحدت. ضغوط شعب. هو انا حرب وقونا المفتاحه مش هنتحرك، لكن انا طبعا في العمل السياسي المصري من 33 سنه، واحنا كنا شباب نكون حاجه اسمها الجبهه الوطنيه، كنا واقفين ضد السادات وانحراف السادات بثوره 23 يوليو، ودي ثوره شعبيه غاليه على الشعب المصري، هي ثوره قام بيها الجيش، والجيش كان وطني جدا وكان من الشباب، يعني جمال عبد الناصر كان عمره 34 سنه، عبد الحكيم عامل 32 سنه، ما كانش بيزيد اعمارهم اكتر من 36 ل 24 و 25، يعني برضه ثوره الجيش المصري في 23 يوليو كانت ثوره شباب، والثوره كانت تعبر عن مجمل الحركه الوطنيه من العشرينات. الحركه الوطنيه كانت حركه شعبيه في العشرينات. ثوره 19 لا انا كان بس انا بعمل مداخله. انا زي ما طب في سؤال حضرتك انا عندي سؤال يا جماعه معلش بس كان مداخلتها ما تفكروا عليها، هي الديمقراطيه اللي احنا عايزينها، يعني هي الديمقراطيه احنا دلوقتي بنتكلم تعمل كلامها، احنا ندخل الديمقراطيه كل الموجودين حضرتك تقول مداخلتها وعايز طبعا عليها. احنا داخلته بقى السؤال. لا قول لي على فكره ده اسلوب مش ثوري ولا ديمقراطي. هيقولي السؤال لا اسلوب ولا ديمقراطي، ويدل على ان الثقافه مش عميقه. ده اللي احنا الثقافه مش عميقه، مش ديمقراطيه. احنا وقفنا بس ثوره حركه 6 ابريل، احنا وقفنا مع الحركه في ادراكها في حلوان ونجحناها بشكل غير عادي في المحله الكبرى، ونجحناها بشكل غير عادي. كتبنا عنها يا سيدي افهمني، انتوا على فكره لا ديمقراطيين ولا انتوا ثوريين، وواضح ان المنطلق الثقافي عندكم مشوش. دي حاجه يا جماعه لازم تعرفوها. دي حاجه ولا تفهمي حاجه. انا عايز اعرف حضرتك فين سؤالك بالظبط؟ امين سؤال حضرتك ايه بالظبط عشان الناس ترد عليك؟ لما راجل اتهمني انا ان انا عميله. الالماني ده يفهم ايه عن الوطنيه المصريه؟ الالماني ده يفهم ايه عن مطالب الشعب المصري؟ اول مره ان عايش في مصر اكتر منك. انت مين؟ انت اللي مين؟ انا اللي بدات
حضرتك مع حضرتك احنا ادينا حضرتك كلمه ما تقوليش سؤال، حضرتك لحد دلوقتي ما قلتيش سؤال وضيعت وقت الندوه والوقت محدد. احنا بنحترم معلش ثواني حضرتك، احنا بنحترم النقابه اللي مستضيفانا بوقت محدد، فلينا وقت لازم نلتزم بيه. برضه لو في سؤال اتفضلي. الصدام مع الجيش المصري، الشعب المصري رفضه. شكرا. الصدام مع الجيش المصري او المجلس العسكري احنا رافضينه. شكرا، هو ده اللي حضرتك عايزه تقوليه. شكرا، رساله وصلت. مع السلامه. الصدام مع الجيش المصري مرفوض، الصدام مع المجلس العسكري مرفوض. مقبول. بس انا عندي سؤال. اتفضل يا زي. انا عايز اعرف دلوقتي كل الجهات الثوريه ليها عده مطالب، ولحد النهارده في بعض المطالب ما اتحققتش. ايه هي الاستراتيجيه اللي جايه اللي انتوا عاملينها علشان في الفتره اللي جايه هتتعاملوا ازاي في ظل تعنت من المجلس العسكري؟ يعني ايه هو سقف التصعيد اللي انتوا ممكن تاخدوه؟ بس بدايتنا اصلا يوم 8 يوليو احنا قلنا هنوقف التحرير لا بعض المطالب اجيبت بنسبه قليله جدا، وهناك مطالب اخرى لم تجاب. فاستمرنا في الاعتصام في التحرير، وكان في بعض المسيرات في اماكن كثيره، وجئنا بالتصعيد من المجلس العسكري ضد الثوار والقوى الثوريه. فيعني هناك لسه مناقشات ما بين مجموعات كثيره جدا حوالين شكل التصعيد الفتره الجايه، ولكن متفق عليه حتى هذه اللحظه هو البقاء في المدينه الرئيسيه في التحرير والمحافظات الاخرى حتى يتم توضيح من المجلس العسكري حول هذه التصريحات وحول وجود ان كان توجد نيه حقيقيه انجاز مطالب الثوره الفتره القادمه بجداول زمنيه بجد تغيير الجذر داخل المنظومه الحاكمه او داخل جذر اداره الدوله، ام نستمر في التحرير زي ما كنا من قبل وقت وجود مبارك مستمرين في الاعتصام السلمي في التحرير، بجانب ايضا بسبب وجود تشويش وتشويه من جانب الاعلام الرسمي او بعض جهات الاعلام الرسمي وبعض الاجهزه الامنيه اللي بتحاول تنشر بعض الشائعات المواطنين الحدث عن واقعه ما بين الجيش والشعب او هجوم على الجيش المصري او محاوله تفكيك المؤسسه العسكريه. فاحنا عايزين بس نوضح نقطه مهمه جدا، احنا بنحترم الجيش المصري، الجيش المصري ده جيشنا، ده مؤسسه وطنيه بنحترمها جدا، ولكن في فرق ما بين الجيش المصري والمجلس العسكري. المجلس العسكري جهه بتحكم مصر، جهه بتدير مصر، وبالتاكيد يمارس العمل السياسي. ممارس العمل السياسي لابد ان يقبل النقد، ولابد ان ينفذ اراده الجماهير واراده الشعب بصفه عامه. ما ينفعش يكون حد بيحكم مصر ويحكم منفرد ويفرض قوانين بدون نقاش وبدون مشاوره، وفي الاخر مش عايز حد ينتقد. ان كان المجلس العسكري عايز يتجنب النقد عليه ان يترك السلطه في اسرع وقت ممكن، وفي مئات الحلول اللي قدمت ليه كيف يخرج من السلطه في اسرع وقت ممكن بصوره سليمه. فمن حقنا نستمر في الاعتصام، ولسه هناك مشاورات ما بين اكثر من مجموعه سياسيه حوالين التصعيد التدريجي السلمي تجاه المجلس العسكري. اذا التصعيد هيكون تصعيد سلمي فقط وليس اكيد لو في تصعيد هيكون تصعيد سياسي مش سلمي. حسن من أسامي اليابانية موقف حركة 6 إبريل من مظاهرات الجمعة القادمة، لا سيما أن الإخوان أعلنوا أنها أو تحت أي عنوان ستشارك إذا شاركت حركة 6 إبريل، لا سيما أن الإخوان أعلنوا أنها من أجل الحفاظ على روح الثورة، ومن قبل ذلك قالوا من أجل الاستقرار. هل ستشاركون وتحت أي عنوان، وهل هناك تنسيق مع القوى السياسية الأخرى؟ كل المجموعات الشبابيه والاحزاب وجماعات قضايا التغيير واتحاد شباب الثوره وكل الانتخابات الشبابيه اللي هي متفقه على نفس المطالب تحدث عن تغيير حقيقي في الدوله وفي المحكمات العسكريه، تطوير النظام، سرعه المحاكمات، النظام السابق. فبالتاكيد كلنا بنسق مع بعض في الاعتصام في التحرير وكيفيه التعامل الفتره الجايه. بالنسبه للقوى اللي هي اعلنت ان هي تنزل الفتره الجايه تأييد المجلس العسكري وضد فكره مبادئ الحدود السوريه وما شابه، فسمعنا في اخبار النهارده بتتكلم ان هم في مشاورات حاليا ما بينهم ان هم النزول لتأييد القوى اللي في الميدان ضد محاولات التخوين والاتهام بالعماله الفتره الجايه. واحنا سواء كده او كده مستمرين في الميدان ومستمرين في رفع مطالبنا بطريقه سلميه بطريقه حضاريه، ومستمرين مصرين برضو على تحقيق كل السنة.